يا كابتني، ايه رايك في لامين يامال في اول ماتش ليه في فتره الاعداد؟ ماتش الثلاثة اللي هو في أول ماتش ليه في الاستعداد للموسم الجديد، لا كان سيء جدا. أي نعم هو فترة تحضير يعني مش فت 100%، ولكن أنت بتلعب فريق ياباني وأنت لامين يامال، يعني باين قوي كانت من لمسته أثناء المباراة إن هو في بداية سكة اللي يروح ما يرجعش. هو اللي مشي في سكة نيمار والبنات والسهرات والحفلات وأعياد الميلاد الغريبة، مش الأعياد الميلاد الطبيعية، لا أعياد الميلاد الغريبة. لامين يامال جوهرة بجد، محتاج حد يحافظ عليها. لو ما تحافظش عليها وعنده 18 سنة لسه عيل صغير، فلوس بنات شهرة، هيروح في سكة اللي يروح ما يرجعش. بيب جوارديولا لما لقى ميسي في عمر 19 سنة قال له انت ساكن فين؟ قال له في الشارع اللي فيه رونالدينهو. قال له انقل من المكان ده. ليه؟ لان انت هتطلع من التمرين انا ما اعرفش انت هتعمل ايه، رونالدينو هيقول لك تعالى وانت، هو عارف ان اللاعب ده برازيلي وان اللاعب ده دماغه شمال، فهياخد ميسي معاه في الطريق. قال له انقل السكن بتاعك. لامين يامال يتكر قوي في الموضوع ده، لان لامين يامال احنا محتاجين لاعب بقيمه لامين يامال.